صباح الخير، أنا أحمد حامد شباب. مش عايز أفرق في موضوع كده، يعني المفروض إنه خلاص اتعرف بالنسبة للشعب المصري. يعني ثانية واحدة في موضوع يعني بقى معروف خلاص. القاهرة والمنوفية دول طيف، يعني القاهرة والمنوفية كل اللي بيطلع منهم طياف شوية بهايم. الشرقية والمنصورة وبورسعيد أسياد البلد. ماشي، الشرقية والمنصورة وبورسعيد أسياد البلد. ده شوية صراصير. انا اتكلمت عشان مش قادر اسكت على اللي بيحصل، مش بتسلى مثلا ولا انا مش قادر اسكت على اللي بيحصل. وسعر الجنيه يعني احنا بنقول انه يتحرك، يعني سيبه خالص، سيبه خالص يوصل للقيمة بتاعته، واللي يحصل يحصل يعني. بس هتجيلك ناس تستثمر في بلدك، او الناس اللي مش عارفة تستثمر هتستثمر، مصريين يعني، مصريين واجانب. الموضوع كده على الماشي يعني كده. هو القرآن ده نثر مش شعر، نثر. النثر ده مبقاش فيه قافية ولا أبيات، بس هو يعتبر زي الشعر. يعني هو القرآن ده نثر، وعموما مش حلو، مش حلو. طبعا انت عايز شعر وتمثيل وكده، اساسا فنانس يعني، عايز الفناسين. اديله أسامة، اديله، هو عايز فناسين بيدعم الفن، هو ده اللي بيدعمه. السم كليتك الحربية مش عارف علمتك ايه والله، السم الكلية الحربية. طيب الكلام بقى لأحمد الطيب والشيخ أحا. الشيخ أحا كبير، ودي مش يعني دي مش حاجة، مش شتيمة، هو فعلا الشيخ أحا، لأن هو ده حقيقته. تمام. ايه الطلاق للضرر دي؟ يعني أنا اتجوزت تبع الإسلام. الإسلام بيقول إن اللي عايزة تطلق بتتنازل عن حقوقها. الطلاق للضرر دي بتتنازل، ما ليها حقوق. الطلاق للضرر دي تبع ايه؟ تبع الشيخ أحا، تبعك انت على رأيي، على حمى. عموما الطلاق حضر وخلاص. هو عقد الجواز كان خرا، والطلاق عن طريق المحكمة انا هعتبره، عشان انا ماليش اتجوز غير واحدة. انا ماليش غير واحدة. ده فيهاش نقاش، دي فيهاش نقاش. الراجل مالوش غير واحدة، والست مالهاش غير واحد. بس ده اللي انا كتبته. عايز اتكلم في حاجة تانية، والله العظيم حاجة يعني الواحد عايز يضحك. شر بقية ما يضحك. بس اشوفكم بقى ممكن كمان 4-5 ساعات كده، لو جت حاجة في دماغي يعني عايز اتكلم فيها ابقى. بس